العصر بتقول له يا إمام إن أمي قد ماتت ولقد رأيتها في المنام وفي يديها أغلال من حديد. قال لها استغفري لها الله فإنها من أهل الشقاء. وبعد أيام جاءت للحسن وقالت له يا تقي الدين لقد رأيتها الليلة تلبس ثوبا من سندس وتمشي في رياض الجنة. فلما سألتها ما الذي حولك من العذاب إلى النعيم قالت مر رجل صالح بالقبور فقال اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. فأمر الله ملائكة العذاب أن تنقل أصحاب المقابر من العذاب إلى النعيم فكنت ممن شملتهم رحمة الله. يا سلام.